يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا اغلى ناس في الدنيا كلها. يلا بقى نعمل صينية سمك سنجاري كده. تعالوا نعملها بمزاج كده على كيفنا. نعمله حاجة حلوة كده. ده بشر جزر وطماطم متقطعة صغير، ودي حلان بصلتين حلوين كده. وهنا فلفل احمر على فلفل اخضر، على واحد على برضو على قرن شطة حامي يعني، وتوم طبعا. وملح وكمون وبهارات سمك. وهنا سمك طبعا، هما 6 سمكات. دول في 3 انا حطيتهم في الفرن، عملتهم وحطيتهم في الفرن عشان في طبعا اللي كان مستعجل عايز ياكل، فعملت لهم 3 ودول ايه، دول 3 سمكات هنعملهم كده مع بعضنا. طبعا دي الحاجات دي انا خدت منها للسمك اللي انا دخلته الفرن. انا بوريكم ان ديت الحاجات اللي هي فاضله، عشان هعمل بها ال3 سمكات دول. تمام كده يا جماعه. اول حاجه كده احنا نضفنا السمك تنظيفه حلوه، فتحناه من ظهره مش من بطنه، بينفتح من ظهره السمك السنجاري. ديت انا بوريكم كده، ده اللي هي هريسه الشطه، وعليها معلقه خل، وعليها عصره ليمونه وكمون وملح وتوابل سمك. بنعملها كده علشان احنا طبعا بعد ما بنخلي السمك ده حلو، وطبعا بنبقى غاسلينه حلو بالدي والطماطم والخل والليمون عشان الزفارة بتاعته. تغسليه حلو خالص، بينفتح من الظهر مش من البطن. وبعد ما تغسليه بتجيبي الخلطة اللي احنا عملناها دي كده، وهتحطي في قلبه طبعا ايه. انا بعد ما عملت كده نسيت اصلا يعني انا ايه، ادق التوم. لا حطيته كله، يعني انا حطيت التوم ايه، كله في السمك. ما كنتش هرساه يعني، حطيته كده زي ما انتوا شايفين كده. بس هو المفروض ينهرس ونحط على الخلطة دي، وبعدين تدهني السمكية كده، وما تكونيش مملحة جامد علشان انت برضو في الخلطة اللي احنا هنعملها، اللي هي الطماطم على الجزر المبشور على البصل والحاجات دي. هتحطي برضو ملح عشان ما يبقاش الاكل عندك ايه، والسمك عندك يعني يبقى حادق وكده. بصوا اهوت كده ايه، احنا دهنا كل السمك بتاعنا اهو. وزي ما انتوا شايفين السمك زي الفل ونضيف خالص، مفيهوش اي حاجه. اهم حاجه تكوني منضفاه وخليه زي الفل. انا عملت السمك البوري، بس ايه ما جربتش البولتي، جربته من بره، يعني جبناه جاهز من بره. وكان في رمضان وكان طعمه جميل. معرفش بقى عشان احنا كنا جعانين كان طعمه حلو، ولا ايه علشان احنا كنا بناكله يعني بوري. ما اعرفش انا السمك البلطي بيبقى طعمه ايه، بس هو بصراحة طلع تحفة تحفة تحفة. سيبك بقى من السمك المشوي، وسيبك من السمك المالي دوت، واعملي بقى السمك السنجاري ده. غيري شوية للناس اللي هي مش بتعمله يعني، غيري وانتي بجد هتعملي كده على طول. انا برضو ايه، هنا بعمل ايه، نزلت كل الحاجات بتاعتي في الطبق اللي كنت عاملة فيه الخلطة اللي انا دهنت بيها السمك. حطيت عليها عادي كده، ورحت ايه بقى، حطيت شوية كمون كمان، وشوية بهارات سمك، ملح، ذرة ملح برضو، وبرضو بتدوقي برضو عشان ما يبقاش الأكل حاد. و... وطبعا هنفرش كده الصينية بشوية كده، علشان لما تحطي السمكية ما يبقاش منها للصينية عشان ما تلزقش فيها. يعني فرشة كده بسيطة كده اهوت. آه وتحطي السمك على الفرشة دي. تمام كده. انا عايزة اقول لكم ان السمك اللي اتعمل التاني يا جماعة، بصوا اقسم بالله العلي العظيم، من كتر طعمته ما كانوا كلوه وانا بعمل ده. بيقولوا لي خلصي بسرعة، احنا عايزين تاني، عايزين سمك من ده تاني. انا عندي يعني 3 عندي مش بيحبوا السمك، بس انا ويعني انا وبنت يعني بنات اللي هم واحدة صغيرة واحدة كبيرة وابوهم، احنا بنحب السمك.
ماشي. فعندي 2 ما بيحبوش السمك، بس لما لما كلوا منه وجربوه قالوا لي خلاص احنا عايزين منه على طول، ما تعملناش لا ولا مشوي ولا مقلي، اعملي لنا سمك سنجاري على طول. فانا طبعا انا قلت تغيير بس كده، مش هسمع كلامهم برضو، هعمل برضو مشوي ومقلي برضو، يعني هعمل ده وده وده برضو، وطالما هما بيحبوه هعمله لهم على طول. تمام كده. احنا حطينا اهوت لكل سمكية كده، دخلنا في قلبها الحشوة، وهنعمل هندخلها الفرن على طول. بس انا بقى ما بحبش اعمل كده، ما بحبش ادخل الحاجة كده الفرن على طول، بحب اخد اي حاجة كده غلوة على النار، علشان احس كده ان انا مرتاحة، ما احسش بقى ان الحاجة داخلة نية كده في الفرن على طول، عارفة ان هي هتستوي في الفرن، بس انا خدتها كده ووطيت خالص، خليت النار شمعة بتاعة عين البوتاجاز، وغطيتها بغطا، علشان الحاجات اللي على الوش دي برضو تاخد طياب شوية. وبعد كده لما حسيت ان اللحم بيض، بصوا دي رشة زيت بسيطة، رشة زيت بسيطة خالص، عشان بس الغطا مش معمول الفتحة اللي فيه، هي فعلا رشة زيت بسيطة، بس الفتحة اللي في الازازة بتاعت الزيت تخليكي تفكري ان انا حطيت زيت ياما، بس هو مش زيت ياما. تمام كده. وهنا بقى هحطها طبعا شوية تغلي غلوة واحدة بس على البوتاجاز، لحد ما احس ان اللحم بقى ابيض كده، وبعد كده ادخلها الفرن واوريها لكم. بصوا بقى السمك اهوت، بصوا والله اقسم بالله طعمه بجد حاجة رهيبة كده، حاجة طعمه خيال بجد. انا كنت فرحانة لما عملته كده، والبنات كلوا منه اللي هم ما بياكلوش السمك، وقالوا لي يا ماما تعملي لنا منه على طول، ده طعمه جميل. فرحت خالص ان هم عايزين ياكلوا منه. عملت جنبه برضو رز ابيض كده، وبألف هنا وشفا، وجربوه مش هتندموا بإذن الله، وهتعملوه على طول. وباي باي يا حبايبي.